فيلم النهاردة بيكلمنا عن عالم خيالي كانوا من آلاف السنين بيستخدموا السحر علشان يسهل عليهم حياتهم اليومية. بس مع التقدم ووجود التكنولوجيا استخدامهم للسحر ابتدى يتلاشى. أبطال فيلم النهاردة الأخين إيان وبارلي اللي عايشين مع والدتهم، ووالدهم اتوفى قبل ما إيان يتولد بفترة قصيرة. إيان بقى شخصيته مختلفة تماما عن أخوه الكبير بارلي، شخص خجول ومش اجتماعي ومش مهتم بالسحر، على عكس بارلي اللي شخصيته قوية جدا ومهتم بالسحر وجريء. إيان في عيد ميلاده قرر إنه يتغير وكتب الحاجات اللي نفسه يحققها، وبالفعل بدأ ينفذ اللي كتبه في الورقة بس فشل، وروح البيت وهو محبط ومتضايق جدا. وقعد مع والدته يفضفض معاها حبتين، وفضلوا يتكلموا عن والده وعن شخصيته. وقالت له والدته إن والدهم ساب لهم هدية، وطلب منها إنها ما تدهمش الهدية دي إلا بعد ما يتموا 16 سنة. وبيفتحوا الهدية وبيلاقوا عصاية سحرية وجوهرة، وجواب منه مكتوب فيه شوية كلام عن السحر وتعويذة لو عملوها يقدروا يشوفوا والدهم ليوم كامل. بارل طبعا بما إنه بيفهم ومهتم بالسحر حاول يعمل التعويذة مرة واتنين وتلاتة، وفضل يحاول كتير جدا بس فشل. وأيام بالليل قام بقى يجرب حظه مع التعويذة، وفجأة التعويذة بتنجح بس فركت منهم حبتين وحصل قلبان والجوهرة اتكسرت وحصل انفجار. والنتيجة في الآخر إن والدهم ظهر فعلا، ولكن بيرجع بنص السفلي فقط، ومش هيعرفوا يكملوا التعويذة من غير الجوهرة، ومفيش قدامهم غير 24 ساعة. فبيبدأوا رحلة البحث عن جوهرة تانية بدل اللي اتكسرت. والدتهم طبعا ما تعرفش باللي هيعملوه، وإيام بيكتب الحاجات اللي نفسه يعملها مع والده، زي إنهم يتمشوا سوا ويلعبوا سوا ويعلموا السواقة وهكذا يعني. وبيوصلوا للساحرة اللي مفروض هتوصلهم للمكان اللي فيه الجوهرة، بس لقيوها سابت حوار السحر ده وبتشتغل علشان تاكل عيش، ورفضت تساعدهم. بس إيان ما استسلمش وفكرها بماضيها، وحست إنه عنده حق، فبتاخدها الجلالة حبتين وبتولع في المكان. وإيان وبارلي بيهربوا بسرعة وبيقدروا ياخدوا منها الخريطة اللي هتوصلهم للجوهرة. وهم وماشيين في الطريق العربية بتفضى من البنزين، فبارلي بيقول لإيان يقول تعويذة علشان جيركن البنزين يكبر، بس اللي بيحصل إنه بدل ما يكبر جيركن البنزين بيصغر أخوه. فبيشوف إيان محطة بنزين قدامه فبيروح لها، وقابل هناك كائنات كده غريبة، وحصلت بينهم خناقة كبيرة. وطبعا إيان سواقته كانت على قده، بس كان لازم يسوق عشان الحالة اللي فيها بارلي، والكائنات دي بتطاردهم. فبيحاول إيان يهرب منهم، وبارلي كان بيشجعه وبيديله شوية نصايح، وبينجح إيان في الهروب من الكائنات دي. ونروح لأمهم اللي بتعرف باللي ولادها بيعملوه، وبتوصل للساحرة وبتسألها عن أولادها، وبتقول لها إنهم راحوا يدوروا على الجوهرة بس نسيت تقول لهم على اللعنة. فبتقول لها ولادك في خطر، لأنهم لو شالوا الجوهرة من مكانها هيظهر لهم وحش كبير وهيحاول يقتلهم، ومش هنعرف نتخلص منه غير بالسيف بتاعي اللي باعته علشان تسدد ديونها. راحت للمحل اللي باعت له السيف واشترت السيف من تاني. نرجع بقى لإيان وبارلي وبيكون مفعول التعويذة انتهى، وبارلي بيرجع لحجمه الطبيعي، وفي عربية شرطة وقفتهم لأنهم كانوا ماشيين بسرعة كبيرة. فبارلي العقل المدبر في الفيلم ده قال لإيان يعمل تعويذة وبيتنكروا في شكل الضابط برونكو، ولكن بالشكل الغريب ده. وبكده بيخلعوا من الشرطة. الضابط بيشوف آثار أقدامهم على الأرض وبيشك فيهم، وبيتصل بالضابط برونكو الحقيقي اللي بيقرر إن هو يطاردهم بنفسه علشان يشوف اللي بيحصل. وإيان وبارلي بيوصلوا لحفرة عميقة ملهاش نهاية، وبيعمل إيان تعويذة وبيقدروا يعدوا الناحية التانية. وبيوصل الضابط برونكو وبيهرب إيان وبارلي منه، وبتيجي عربيات الشرطة وبتطاردهم. فبيقرر بارلي إنه يضحي بعربيته وبيرميها من فوق الجبل، فالشرطة بتفتكر إنهم عملوا حادثة وبتسد الطريق عليهم. فبيكمل إيان وبارلي طريقهم، وبعد ما الجو بيهدى بارلي بيدرب إيان على السحر، وكمان حكاله عن والدهم لما كان مريض وكان مفروض يدخل علشان يودعه، بس خاف بسبب الأنابيب اللي كانت متعلقة فيه، ومن ساعتها قرر إنه ما يخافش أبدا. وبيكملوا طريقهم وبتحصل لهم حبة مشاكل، بس بينجحوا إنهم يطلعوا منها بسلام. وبعد الفرهدة دي أخيرا وصلوا للمكان اللي مفروض هيلقوا فيه الجوهرة، بس اتصدموا لأن الخريطة وصلتهم في المنطقة اللي ساكنين فيها، وكان خلاص فاضل كام دقيقة واليوم يخلص. إيان اتعصب على أخوه بارلي وقال له كلام ملوش لازمة،
فبيسيبوا إيان وبيمشي وبيقعد قدام البحيرة وبيمسك المفكرة بتاعته، وبيكتشف إنه عمل كل اللي كان كاتبه فيها مع أخوه بارلي، وبيفتكر أيام زمان لما كانوا صغيرين. أما بارلي كان عند النافورة وبيدور على الجوهرة وبيلاقيها أخيرا، بس بيخرج دخان أحمر كتير جدا وبيملى المكان، وبيعرف بارلي إنها لعنة وبيتحول الدخان الأحمر لوحش. وفي الوقت ده بتظهر الساحرة ووالدتهم وبيحاولوا يضربوا الوحش بالسيف، وبارلي بيجري على إيان وبيديله الجوهرة، بس الوحش كان قوي جدا وبيوقعهم. وبتاخد والدتهم السيف وبتجري وبتضرب الوحش، وإيان بيعمل التعويذة علشان والدهم يظهر، بس الوحش بيقوم مرة تانية. وإيان في الوقت ده بيقرر إنه يروح يواجه الوحش، وبيقول لبارلي انت أحق مني إنك تشوف والدنا. وبينجح إيان إنه يخلص على الوحش، وبيبص إيان من بعيد من بين الصخور وبيلاقي أخوه ووالده بيحضنوا بعض، وبعد كده والده بيختفي. وبيجي بارلي يساعد إيان إنه يطلع، وقال له بابا بيقولك إنه فخور بيك جدا ووصاني إن أديك الحضن ده. وبكده يكون خلص ملخص النهاردة، وأشوفكم في ملخص جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس.